في اجواء اخرى وبمسابقه يعني نوع اخر من اطلاق المنصوريات الغزويه. ممكن يسمونا بالكيسان الاتاي وكل ما انتم طاب. اذا كما كتشاهدوا جميعا حاليا الملكه كتفد وسام ديال مجاحيه صفقوا على لجنه التحكيم. الله يخليكم. هذا الاستماع عمرنا خويا شويه تم الوقت ديالها. السلام عليكم وهنيئا لكل مرأة المغربية، لأننا نفتخر أن باقي عندنا حلد النساء وأنهم كلهم فائزات، ولكن قانون المسابقة هو اللي كيحتم أننا نختاروا ثلاثة، الأولى والثانية والثالثة، ولكن العمل اللي دار أنه ماشي سهل باش نرجعوا للرزيزة الأصلية اللي كيديروها أمهاتنا. شكرا لكم وشكرا لكم، وقليلة في حقكم أي كلمة، ونفتخر بكم في هذا اليوم الكبير. المرتبة الأولى بين السميد اللي مولا شكرا في التفصيل رقية الغزالي. إذا الأولى تعود إلى رقية الغزالي. هانئا لك، تفرقت عليها. الله يخليكم. الجائزة يقدمها السيد الخمار الشيخي مشكور، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان. تفضل سي الخمار. إذا هانئا المتسابقة رقية الغزالي، هانئا لك مرة أخرى، ونتمنى لك مزيد من التألق والاستفسار. ويعطونا الطبق الثاني. الاسم فاتحة مسلم. تبارك الله يا فاتحة مسلم. كتختار المرتبة الثانية. ثاني طبق إلى الإعجاب ديال لجنة التحكيم. هنيئا لاله فاتحة، تبارك الله عليك. شرفتينا نورتينا وكبرتي بينا. الله يكبر بك ويعطيك الله الصحة والعافية. نتمنى لك مزيد من التألق إن شاء الله. شكرا لله عيسى. إعجاب ديال لجنة التحكيم واختلت الرتبة الثالثة. تفضلي لنا ملكة. زهراء عباس. تبارك الله يا زهراء عباس، تفضلي معنا. تصفيقات للأخت عباس، هنيئا لك. شكرا سي دوكات على الحضور، شكرا سي الخمار، سي عزيز إيفي، شكرا لكم جميعا. لاله عائشة البراءين، لاله بشرى الدوغي، شكرا للنساء القبيله اللي جاونا بهذا الزي الرائع. هذا هو اللي بغينا، باش كنشوفوا اللي زار والسبنيه والشد كنرجعوا للزمان تقاليد. داكشي اللي عشناه شحال هادي ما بقيناش كنشوفوه. عليها قررنا اليوم نديروا مسابقه ديال الطبخ التقليدي اللي هي الرزيزه. العيله حاليا راهم في كامسيو الرزيزه. من بعد فاش غيساليو راه غيخبزوها لينا، وغنكون لجنه التحكيم اللي غتشوف شكون اللي احسن من الاخرى. فحاليا نبغيوكم ترحبوا جميع السي الخمار الشيخي، رئيس المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان. تفضل سي الخمار. السلام عليكم. كنشكر السي نور الدين حبيب على الدعوه باسمي وباسم كافه المجتمع المدني. كنشكرو على هذه الاستضافه بمناسبه ديال 8 مارس، هو تكريم ديال الام ديال الاخت ديال المراه بصفه عامه. شكرا للامهات، شكرا للمواليد المحال، الله يكرمكم ويحفظكم. احنا مع السي نور الدين الصلاة والضراء. ان شاء الله هذه بدايه، ومازال ان شاء الله غادي تجي شي طفره وغادي تجي حاجه اخرى بالنسبه للعالم القروي. وتبارك الله عليكم. بالنسبه للرزيزه، لان ولاو دابا العيالات يديروها بلاتينا، ما بقاش ديك الرزيزه اللي كنعرفوها ديك القدام، هي دابا ما كاينش بحالها. هما رجعوا للتقاليد الاولى ورجعوا للتقاليد الاولى في اللباس المغربي. تبارك الله عليكم. الخمار الشيخي لهذه الكلمه الجميله. شكرا لكم على الحضور ديالكم، وشكرا على التحمل على السفر.
الان الكلمه السي عزيز إيفي رئيس جمعيه الملاك فيزيون. اليوم وقت سعيد لان جيت الباديه وانا الاصل ديالي من الباديه. كما قال لي السي خمار قال لي هاد العيالات هادو هما اخر ما تبقى في المغرب، هادو ما يبقاوش، هادو وجوه النيرات كما قلنا. الحمد لله وهذا شرف لنا. مرأة حنونة طيبة خلال المعرفة ديالي بها يعني يعجز اللسان عن وصف قلبها ورقة مشاعرها وطيبوبتها. منذ التعرف ديالي بهذه السيدة هذه والله القسم بالله شنقول لكم كنتمنى لها الصحة وطول العمر والتوفيق وجميع المتمنيات ان شاء الله. لاله عائشة براءيم نبغيك انت تعرفي الناس بشخصيتك والكلمة لك. كنشكركم جميعا وكنشكر الاخ نورتين على الدعوه. كنتمنى لكم كجمعيه التوفيق ان شاء الله والسداد النجاح، ونتمنى لكم الاستمراريه. اولا وقبل كل شيء بمناسبه اليوم العالمي للمراه اقول لكل امراه كل سنه وانت الام والاخت والبنت والزوجه والرفيقه اللي بغاها الله تكون ان شاء الله كريم دائما، فكوني ريحانه القلوب. تحياتي لكل نساء المناصرة ونساء البلد الحبيب. شكرا للجمعية على الدعوة وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم جميعا. ديال المرأة الطموحة، المرأة المجتهدة الذكية الحنونة الطيبة على درب لاله عائشة، يعني ثنائي تبارك الله عليكم. الله يعطيكم الصحة. المعرفة ديالنا بكم كان شرف كبير نجلسوا معكم ونتعرفوا عليكم ونستافدوا منكم لانكم تستحقون كل خير. كلمه لك اخت بشرى. السلام عليكم. بعدا وحنا فرحانين، حنا ماشي نورتين هو اللي غنقولوا عرض علينا بوحدو، حنا معروضين عندكم كاملين، هذا شرف وتبارك الله عليكم. وحنا جد سعداء ملي شفناكم تبارك الله، والله يحفظ الامهات كاملين وان الجنه تحت اقدام الامهات. وحنا فرحانين بهذا الزي، واي وحده عندها الام ديالها تهلا فيها، واللي ميت الله يرحمها ويوسع عليها. وحنا جد فخورين بكم، بالاخص الامهات الاوائل، حنا جد فخورين بكم وحنا فرحانين بالمجيء ديالنا لعند الاخ نور الدين. وان شاء الله هذه ما غتكونش البدايه، نتمنى ان شاء الله تكون هذه البدايه مشرفه ومازال ان شاء الله اللي جاي احسن. وفرحانين بالاخوات اللي كيصايبوا الرضيضه اللي كيذكرونا بها ديال زمان، ما بقاتش دابا ديال الماكينه وداك الشيء، رجعنا للايام القديمه. ودائما اي حاجه ديال زمان هي اللي خصنا نعولوا عليها، لا باللباس ديالنا ولا بالاكل ديالنا، ولا دابا كتشوفوا الاكل اللي ولا ديال دابا ما بقاش حتى شي حاجه صحيه. كنتمناو لجميع الامهات والبنات اللي طالعين دابا باقيين صغار باش يرجعوا للوراء وياكلوا اي حاجه اللي هي طبيعيه ديال الدار، ما يقلبوش على ماكله الزنقه. وشكرا جزيلا للاخت عائشه والاخت ملكه والاخوان كاملين، وتبارك الله عليكم ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. شكرا جزيلا. سفر الى هنا الى دوار بن عزوز. اليوم دوار بن عزوز كيشهد يعني واحد شيء جميل، جمعيات تأسست في الدوار وكتجمع العائلات ديال الجمعيه وكتحتفل بهم. شرف لي كرئيس الجمعيه انكم تكونوا معايا، وان شاء الله كيف قلت لكم جاي غير خير. بكم بعدا كنبغي نشكر الحضور ديال المتواجدين معنا. الله عليكم. كنبغي نذكركم بان اليوم 8 مارس للمراه. شكرا لكم على الحضور، وبغينا نديروا هذا الشيء تقليدي للتراث القديمه ان شاء الله، وكنتمنوا ان الفائزين ان شاء الله يكونوا كثيرين. وشكرا لكم بزاف. مباشره من المشاركات نشوفوا الاجواء كيفاش كتمر فيها المسابقه وفين وصلت التحضيرات، وتبارك الله الامور غاديه مزيان. فيها شي كلمه بخصوص المسابقه، كيفاش جات الاجواء؟ كنشكركم بزاف على الجمعيه، وحنا فرحانين بهاد الجمعيه وعجبتنا بزاف. نرجعوا للتقاليد ونرجعوا لله، ماشي زعما نقدموا شويه لقدام. وكنشكروا الجمعيه بزاف بهاد الحضور اللي شرفتنا، وحنا مفتخرين بهاد الحضور بزاف. وشكرا. بخصوص المناسبه هادشي عجبنا بزاف، وهادشي هو هداك، وليداتنا فرحانين حنا فرحانين، هادشي اللي كاين. تبارك الله. مزيانه عجبانا بزاف، فرحانين بها. ندير التات الرضيفه ولا الجواب
نهار الدوار تاع ولاد عزوز الشرافين، الله يشد فيهم والله يعاونهم، الله يحفظهم، الله ينجيهم من البلاء ومن الأذى، يمشيو بنجا ويجيو بنجا. أنا كنشكركم وكنشكر هاد الطاقم وأنا فرحانة نفرح في هاد الوليدات الصغار. شكرا لك. يلا احنا بكم اللي يعذبنا، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، الله يعرف يعاونكم وفينا، الله يسهل عليكم، الله يعاونكم وفينا، الله يعاونكم، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، الله يعطيك شي ندير، الله يحفظكم. اللهم امين. الله جاي معاك مرضي، ربي يخليك. جاي معاك تصحي، ربي يخليك. بارك عليك. ثم هذه المواجهة فرحة الوالدين، فرحتكم بالنجاح، فرحتكم فرحة بلادنا، الأمة كلها. اللهم امين. تبارك الله عليكم والصلاة على النبي، الله يخليكم والله يحفظكم يا ربي. تنتمناو عاش حاجه، كنتمناو عشيره هاد الوليدات يقراو فينا، تنكونوا مدهيين، كنكونوا مسالين، خاصنا نراقبوا الوليدات، هادشي اللي كنطلبوا، والله يعاونكم. جايين خير. السلام عليكم. الأمهات والمرأة على العموم، كل عام وأنتم بخير، يعطيكم الله الصحة، تبارك الله عليكم، تبارك الله على الأمهات اللي لابسين الزي التقليدي ديال المنصوري، عجبني، وجا معكم غزالة الصلانبي، تبارك الله على الحلقة اللي صايبوا رصيدة. بالنسبة للجمعية مبروك عليكم هذا الحفل اللي درتو، شكرا لكم. الغزالي هي اللي تعلمت مع الدراري، من هو عندي انا قدور الماكينه في الدار، كنصايبها راسي. الله يعاونكم، الله يرضي عليكم، من شجعتونا الله يرضي عليكم. هاد الرزايزه تعلمناها من الوالدين، الله يرحمها ويوسع عليها، علمتنا الرزايزه ونديروها بالمناسبات، تكون شهيات نديروها، نصاوبوها ونديوها للجوامع اللي كيصاوب العيانه واللي كيصاوب المزيانه، نصاوبوها مع وليداتنا وناكلوها. والله يعطيكم الصحة والله يعاونكم والله يسهل عليكم، من درتوا لنا هذه المفاجأة ومن جيتوا عندنا، الله يعطيكم الصحة والله يعاونكم والله يسهل عليكم. التنمية المجال. نقدم لكم التهاني بمناسبة عيد المرأة، أقول لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم نساء رائعات، نساء مناضلات، نساء مكافحات وأمهات وجدات رائعات. أنا جد سعيدة بأنني تتواجد مع هذه الجمعية اللي هي تتنظم هذا الحفل بمناسبة عيد المرأة اللي تيصادف 8 مارس، وتنشوف هاد النساء اللي هما تيتواجدوا في الوسط القروي، هاد المرأة القروية الحمد لله برزات الوجود ديالها في العمل الجمعوي وفي العمل النضالي والعمل السياسي، وتحية للمرأة القروية. المرأة هي رمز للعطاء، رمز للتطوع، رمز للقوة، رمز هي دائما شامخة، دائما معطاءة، دائما متواجدة، رائدة في جميع المجالات ما شاء الله، وخاصة المرأة القروية أنا نحييها بكل حرارة.